بما ان اكتر حاجة بنصرف فيها فلوسنا هي منتجات الشعر، فقررت اعمل لكم روتين شعري. هاي جايز، فيديو النهارده هيكون عن روتين شعري. بس قبل ما ابدا الفيديو متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت، شير وشعارات يلا نبدا. فيا جماعه لو بصيتوا الصور القديمه اللي هي دي وبصيتوا لشعري دلوقتي او للصوره دي اللي هي احدث صوره اتصورتها، هتلاقوا ان شعري اتغير 180 درجه من نعومه ولمعان وترطيب وطول، وكمان فراغات اتملت. فالنهارده هقول لكم على الروتين اللي غير لي شعري 180 درجه، وده الروتين اللي هستمر عليه لفتره طويله لقدام. هو برضو في حاجات كتير جدا شبه الروتين اللي نزلت الفيديو بتاعه على القناه، بس طبعا زودت فيه حاجات لمشاكل شعري، فقلت اوريكم كل حاجه من الاول تاني. فيا جماعه الروتين ده ينفع للشعر الويفي، الستريت، الكيرلي. حاجه عند الخطوه اللي بنتفرع فيها للشعر الويفي والستريت والكيرلي، وهقول لكم كل منتج بيبقى لاي شعر. بس دلوقتي خلينا في المنتجات اللي تنفع لكل انواع الشعر. اول منتج معانا واهم منتج وهو حمام الزيت. حمام الزيت هو الغذاء الوحيد للشعريه، واكتر حاجه بتغذي الشعر وبترطبه على المدى البعيد جدا وبتفيد نفسه. فدي خلطه الزيوت اللي انا بستخدمها لفروه الشعر عشان تتقل وتطول شعري وتملى الفراغات اللي فيه. هما 4 زيوت، هما الخروع واللافندر والروزماري والنعناع. دول 4 زيوت حرفيا يا جماعه خلطهم مع بعض بيطول يتقل الشعر بطريقه مش طبيعيه. فيا جماعه دي نبذه بس عن البيبي هير اللي طلعوا حمام الزيت. وكمان زي ما بنعمل حمام زيت لفروه الراس بنعمل حمام زيت للشعر نفسه. فاحسن زيت انا وصلت له نعمل بيه للشعر نفسه هو زيت جوز الهند، مفيش بعده بجد احسن زيت. هو قوامه بيبقى كده في الشتاء، ده طبيعي جدا. بنحطه في ميه سخنه لمده 10 دقايق لحد ما يسيح، وبعدين بنعمل بيه حمام الزيت نفسه. حمام الزيت بيتعمل ازاي بقى؟ بنحطه على فروه الراس، الزيت بتاع فروه الراس بنحطه على فروه الراس ونعمل مساج. بعد ما بنحط حمام الزيت للشعر وللفروه بنحط شعرنا في كيس بلاستيك، وبعدين بنحط فوطه مايكرو فايبر ونسيبه ساعتين. لازم يتغطى الشعر كويس علشان ما يلمش بكتيريا وميكروبات. تاني حاجة، بعد ما بنسيب الزيت على شعرنا لمدة ساعتين مش اكتر، بنغسل شعرنا بشامبو فيه سلفيت. معظم الشامبوهات اللي بتبقى في السوبر ماركت بتبقى فيها سلفيت، فانا عن نفسي بستخدم شامبو سانسيلك فيه سلفيت، وبالنسبة لي كويس جدا. اكتر حاجة بتنضف فروة شعري عشان شعري دهني، وكمان بحط له زيت. شامبو سانسيلك تحفه بالنسبه. بعد ما بنغسل شعرنا كويس جدا بالشامبو ونتاكد ان فروه راسنا نطفت، بنحط اصلا الشامبو على فروه الراس نفسها، واي رغوه بتنزل من على فروه راسنا بتيجي على شعرنا بتغسله، لكن الشامبو نفسه بيتحط على فروه الراس. بعد ما بنغسل فروه راسنا كويس جدا واللي بيفضل من الشامبو بينزل على شعرنا، بنحط على شعرنا فوطه مايكرو فايبر ننشفه بيه، نخليه يا دوب كده ما بينقطش ميه. الروتين اللي انا بقوله لكم ده بيكمل بعضه، يعني حمام الزيت بيكمل دوره، حمام الكريم بيكمل دور البلسم، بيكمل دوره باقي الروتين. فاللي هو لو انتوا عملتوا خطوه ووقعت منكم خطوه مش هتحسوا بفايده زي ما تعملوه كله مع بعض. فهنيجي لتاني خطوه وهي خطوه حمام الكريم. فيا جماعه انا جربت انواع حمام كريم كتير جدا ووصلت لاحسن نوعين حمام كريم، وهما دول. ده من الو ايفا بالصبار وزيت الارجان المغربي، ده بيرطب كويس جدا وسعره كويس جدا. وده من باي سوفت بالشيا، حلو جدا وبيرطب كويس جدا. بس وانتوا بتجيبوا حمام الكريم من باي سوفت تتاكدوا ان هو بالشيا او بالارجان، لان دول اللي بيرطب. لكن بقى الانواع اللي بتنزلهم من شركه باي سوفت بيكون فيهم بروتين، وده مش حلو للشعر ان انتوا تعملوه كتير. بس دول يعني اللي بيرطبوا الشعر، الشيا والارجان. فهقول لكم بقى حمام الكريم بيستخدم ازاي. واحنا طالعين من الشاور بعد ما غطينا شعرنا كويس ونشفناه كويس، بنبتدي نحط حمام الكريم. بيتحط حمام الكريم على الشعر نفسه، بنيجي من عند الفروه كده لحد تحت بنحط حمام الكريم، ونتاكد ان حمام الكريم مش كتير ومش قليل، يكون مظبوط على الشعر نفسه، ونتاكد ان حمام الكريم شعرنا تشربه. واوعوا واياكم ان انتوا تحطوا حمام الكريم على شعر ناشف، لان هو مش هيعمل اي حاجه. هو حمام الكريم بيتحط على شعر مبلول. بعد ما بنحط حمام الكريم على الشعر كله، بنحط الشعر برده في كيس بلاستيك وفوطه مايكرو فايبر، ونسيب الحمام الكريم. ممكن تستخدموا اي نوع، مش بقولكم انه عنده بس. وبنسيب حمام الكريم على الشعر لمده نص ساعه، وبعدين بنرجع نغسله بميه بس. بنغسل الشعر كويس جدا بميه بس مش بشامبو. بعد ما نغسل شعرنا كويس برضو بنحطه في فوطه مايكرو فايبر عشان تمتص الميه الزياده، وبنحط البلسم. احنا بنستخدم البلسم ده من
ايفا من لاين اسمه كرياتين. بيتحط البلسم زي حمام الكريم بالظبط على الشعر نفسه من الاول للاخر وهو مبلول، ويتساب على الفرو بيتساب على الشعر لمده ربع ساعه، مش اكتر من كده، ربع ساعه عشان تاخدوا منه فايده. وبعد ما بنسيب البلسم على شعرنا ربع ساعه بنغسل شعرنا برضو بميه بس، زي البلسم زي حمام الكريم. اللي بيعمله حمام الكريم ان هو بيرطب الشعر كويس، اللي بيعمله البلسم ان هو بيحبس الترطيب اللي عمله حمام الكريم، فبيبقوا عاملين كومبو حلو قوي مع بعض. بعد ما بنغسل شعرنا كويس جدا بنطلع من الشاور كده، احنا غسلنا شعرنا المره الاخيره، بنيجي انا لسه ما جربتش الديرما رولر لفتره كبيره عشان اقول لكم هي بتعمل ايه ولا نتائجها ازاي، بس كل اللي اعرفه ان هي كويسه جدا للشعر، بتملى فراغات الشعر كويس جدا وبتقل الشعر. لو انتم ملاحظين ان انا شعري خفيف مش تقيل، وكمان في فراغات كتيره، دي حاجه طبيعيه من وانا صغيره شعري كده، فرغم ان حمام الزيت تقله شويه بس انا عايزه حاجه تنجز معايا، فجبت الديرما رولر. هي بجد اكتر حاجه بتقل الشعر، فده بيبقى شكلها بتبقى محفوظه في كرتونه، وبعد الكرتونه بتبقى محفوظه في حافظه بلاستيك زي كده، وبعد الحافظه البلاستيك زي كده بتبقى محفوظه في حاجه بلاستيك زي كده بتبقى محفوظه في 3 حاجات علشان تحميها كويس. فده معنى ان الديرما رولر لازم تبقى محميه كويس علشان هي بتبقى على الفروه دايركت. لازم نعقم الديرما رولر كويس جدا 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 قبل استخدامها وبعد استخدامها. لازم تتعقم كويس جدا بكحول، لازم ترش عليها كحول كتير وما تتلمس بالايد على قد ما تقدروا علشان ما تنقلش اي بكتيريا او ميكروبات لفروه شعرنا. وبرده تعقموا الحافظ البلاستيك بتاعها ده. الديرما رولر بتنشط الدورة الدموية جدا، فلازم نستخدمها على فروة نظيفة جدا، فعشان كده قلت لكم نغسل شعرنا كويس بعد كل مرة نحط فيها حمام كريم او بلسم او حتى حمام زيت، فالفروة والشعر نفسه بيكونوا نضاف جدا. فبنبتدي ان احنا نعمل الديرما رولر على الفروة بس. بتتعمل ازاي؟ بنقسم الشعر لجزء مثلا زي الجزء ده كده، وبعدين نمشيها رايح 4-5 مرات وكده 5-4 مرات. فلو انتوا شعركم تقيل هتمشوا مرة وتحشوها وبعدين تمشوا التانية وتحشوها، لكن لو انتوا شعركم خفيف زي هتمشوا كده عادي مش هيحصل اي حاجه. وطبعا يا جماعه الديرما بتستخدم لشخص واحد بس، لان بنعقمها كويس من مره للتانيه لفروتنا احنا، فنروح نديها لشخص تاني، فطبعا مستحيل حد تاني يستخدمها معانا، هي لشخص واحد بس. فانا جبت الديرما رولر علشان تملى الفراغات اللي عندي، لان غالبا الفراغات اللي عندي حاجه وراثيه عشان عيلتنا كلها عندها فراغات، ما عدا انجي، ما عدا اختي انجي دي حاله شاذه عننا، فعيلتنا كلها عندها فراغات، فجبتها علشان هي اللي هتحل الموضوع ده. اي حد عنده فراغات، ثعلبه، جزء فاضي في شعره وكده ما بيطلعلوش شعر مهما استخدم منتجات، فهي الديرما هتنفع معاه جدا. فبعد ما بنعمل بالديرما شعرنا كله زي ما قلت لكم بنقسمه وبنمشي كده وكده الجهتين، بنحط سبراي او امبولات. بلاش تحطوا على فروة الراس زيت بعد الديرما عشان بيعمل التهابات وبيعمل حبوب تحت الجلد وبيعمل حساسية وبيعمل حاجات غريبة. الزيوت بعد الديرما في ناس بتستخدمها ما بيحصلش معاها حاجة، وفي ناس بتستخدمها بيحصل معاها. انا نفسي خفت اعمل زيوت بعد الديرما، فجبت السبراي ده من سورو بايب. ده شكله ما اقدرش برضه اقول لكم هو حلو ولا لا عشان لسه ما جربتش كتير، جربته 5-6 مرات بس. هو المفروض بيملى الفراغات ويتقل الشعر ويطول الشعر التلاتة مع بعض. ده بحطه بعد الديرما، برش 6 رشات زي ما مكتوب على العلبة على فروة راسي كلها، وبعدين بعمل بعد الديرما والسبراي بعمل مساج خفيف علشان السبراي يتوزع على فروة راسي كلها. وكمان يا جماعة الديرما بنمشيها على شعرنا كله، يعني بنقسم شعرنا على قد ما نقدر سيكشنات صغيرة جدا، وبعدين نمشي الديرما كده وكده. وكمان في جزء تاني في الديرما، ان الديرما ليها مقاسات، فانا جايبه هنا مقاس النص، مقاس 75 مللي، مقاس ملي ونص، بس انا بدات باول حاجه النص خالص. ليه؟ علشان انا فروه راسي بتتحسس من اقل حاجه، فخفت اجيب لها مقاس كبير تتحسس منها، فجبت مقاس النص ده. فانتوا معاكم من النص لحد 1.5، لو بشرتكم بتتحسس ابداوا من النص، عندكم من النص ل1.5، ما تزوديش عن كده او تقلوا عنه. فكل الخطوات اللي قلتها لكم دي هي اللي بتتقل وتطول وترطب الشعر وبتخلي شكله هيلثي على قد ما تقدر. فالخطوه دي هي اللي بتقسم الشعر. عندنا الشعر بيتقسم ل3 اجزاء، الشعر الستريت والشعر الويفي والشعر الكيرلي. فانا بخبرتي وخبره اختي العزيزه انجي ام شعر كيرلي انا اهو
خبرة انجي اللي شعرها كيرلي، فهقول لكم تتعاملوا مع شعركم ازاي. هنبدأ بأول حاجة بالشعر الستريت. شعر الستريت في ناس بتستخدم معاه سيرم بس، وفي ناس بتستخدم معاه ليف ان. فلو انتوا شعركم بيحتاج ترطيب جدا بعد الشاور استخدموا ليف ان او بديل زيت، لكن لو شعركم ما بيحتاجش ترطيب فتستخدموا سيرم. وبالنسبه للشعر الويف اللي هو شعري ما بينفعش معاه غير بديل الزيت. انا بستخدم بعد الديرما، بعد ما اعمل الديرما واحط السبراي ببتدي ان انا اشوف الشعر نفسه، بحط عليه بديل الزيت ده من الو ايفا، بيتحط على الشعر كله، وبعدين بتعملوا شعركم طاقية ضفيرة اللي انتوا عايزينه. ده برضو للشعر الستريت بيعمل كده. فانا جربت حاجات كتير جدا، يعني جربت زيوت، جربت ليف ان، جربت بديل زيت، جربت سيرم، جربت كل حاجه، ما لقيتش حاجه نفعت مع شعري اللي هو ويفي غير بديل الزيت. وكمان بديل الزيت اللي هو من الو ايفا ده تحفه تحفه تحفه، انا بحبه جدا وبستخدمه ومش هغيره. فلو اي حد شعره ويفي يستخدم ده كويس جدا. استخدمناه كتير جدا وجبنا منه انواع كتير. جبنا برضو الحاجات اللي هي بالصبار والزبادي، جبنا اللي بالصبار والارجان، فجبنا كل انواع اللي منزلها الو ايفا، وبصراحه كلهم احسن من بعض. وبعد ما شعري بينشف واعمله ستايلينج، لو جيت تاني يوم لقيته محتاج ترطيب فبستخدم سيرم، لقيته مش محتاج ترطيب مش بستخدم. بس عموما السيرم مش بعتمد عليه كهو ترطيب لوحده، لا بستخدم بديل زيت، وكمان بستخدم معاه سيرم لو احتجت في الايام اللي شعري بيكون فيها هايش او محتاج ترطيب. فالسيرم اللي انا بستخدمه السيرم ده من بوبانا. السيرم ده تحفه، مش بيلزق الشعر وبيرطب كويس، بس مش لوحده. لو لقيت الشعر بعد الشاور بيوم او يومين لقيته محتاج ترطيب فبرطب بالسيرم عشان ما يلزقش. عشان لو رطبته بعد ما شعركم ينشف ببديل الزيت مش بيعمل حاجه، وكمان بيلزق الشعر وبيخليه مزيت. فالاحسن ان انتوا تستخدموا سيرم. وده برضو للشعر الاستريت، لان الشعر الاستريت قريب من الويفي، فبرضو قدامه يستخدم المنتجين دول حلوين جدا. ده الشعر الاستريت والويفي. اي حد شعره كيرلي لازم يبقى معاه البخاخه دي. بعد ما بتعملوا الديرما رولر وتحطوا السبراي بيبقى شعركم نشف شويه او محتاج يعني يتبل. هو كده كده الكيرلي بيتعمل شعر مبلول، فبتبلوا شعركم. انجي شعرها كيرلي وانتوا شفتوه هي بتعمله بالطريقه دي، فهي بتستخدم ليف ان ده من بوبانا زي ما انتوا شايفين، بتحبه جدا لدرجه جايبه ده وده وكمان يعني كان عندها رابع مره يتكرر الليف ان ده. وانا برضو عملت شعري قبل كده كيرلي وكان تحفه بالليف ان ده. الليف ان ده تحفه جدا، ده من بوبانا، في انواع كتير منه، فعادي يعني ممكن تجيبوا الازرق، تجيبوا الاحمر، على حسب تجيبوا الاخضر، تجيبوا الاخضر. بعد ما بتخلصوا طبعا ستايلينج وبتعملوا الكيرلي بتستخدموا جل. ده الجل من باي سوفت. ايه رايك فيه؟ انا ما جربتوش. تحفه بجد، بيثبت الشعر جدا، بيخليه مترطب ومش بيلزق، وكمان مش بيعمل صوت اللي هو ناشف كده. فانجي بتقول على الجل ده من باي سوفت ان هو تحفه جدا، فده بتستخدموه بعد ما بتعملوا شعركم ستايلينج، بتستخدموا الجل ده. طبعا انا مش هقدر اقول لكم الستايلينج بيتعمل ازاي، بس انا قلت لكم المنتجات وانتوا شوفوا بقى ابحثوا. فبعد ما شعرك كيرلي بينشف بتفكوه، تقدروا تفكوه بزيت خفيف او بسيرم، فبرضه تقدروا تستخدموا سيرم بوبانا. سيرم بوبانا ينفع لكل انواع الشعر. تقدروا تفكوا بالكيرلز بتاعتكم، وكمان تقدروا تفكوا الكيرلز بزيت خفيف زي زيت اللوز الحلو او الجوجوبا. الزيوت دي خفيفه تقدروا تفكوا بها الكيرلز. يعني شوفوا الحاجات المتوفره عندكم واعملوا. بس كده يا جماعه اكون جمعت لكم كل المنتجات اللي تقدروا تستخدموها والروتين المناسب لكل انواع الشعر. فالروتين ده انا هكمل عليه وانجي كمان هتكمل عليه، ما عدا الديرما. انجي هتكمل على الديرما علشان انجي شعرها تقيل فمش محتاجه الديرما، بس انا شعري خفيف وفي فراغات فمحتاجه الديرما فاشتريتها انا لوحدي. فبس يا جماعه يا رب تكونوا فهمتوا على قد ما تقدروا. انا مش هقدر اوريكم بنحط المنتجات ازاي ولا اوريكم وانا بحطها، بس حاولت ان انا اشرح لكم على قد ما اقدر. فدي كل المنتجات اللي انا وانجي بنستخدمها وكل الطرق اللي احنا بنعمل بيها شعرنا. وبس كده بيكون خلص الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت، شير وشعارات. باي.